ما مطالبين ان نزيح احد من مكانه، وهسه وبعد وعبر الاعلام، واحنا نوبات بوجوه من عندنا لا نتكلم بالاعلام، ما يخالف، تحملونا، ما درسنا سياسه، ولكن نريد نثبت. والله لا جايين دوارين كراسي ولا مناصب، ولا ندور ميزانيه ايش كثر طب بها وايش كثر طلع منها، ندور ستر الحال، وفعلا محتاجين لحكومه وطنيه. ونترجاك يا دوله الرئيس رجاء اخير، اليد الحديد اللي ضربت بيها في البصره اضرب بيها في الانبار وفي النجف وفي كربلاء وفي الموصل. احنا اذا كان هذه اليد تحتاج، والله ان شاء الله ما تحتاج غير رب العالمين والوجوه الخيره. التخوف من العشائر هذا امر عار عن الصحه. هذا رأي السيد علي حاتم سليمان، وهو حر في رأيه. السيد السليمان لا يمثل المتظاهرين حسب علمي، بالأمس رفضوا أن يدخل ليتفاوض بدلا عنهم، وعشائر دليم أعلنت أنه لا يمثل عشائر دليم، لديهم شيخ معتبر محترم له كلمة مسموعة ويحترمه كل أبناء عشيرته. المتظاهرين أبنائنا وأخواننا طالما مطالبهم مشروعة. أما حديث السيد السليمان أنا لا أعول عليه. من هي الجماهير التي يتحدث باسمها الشيخ؟ دخل الانتخابات معنا في دولة القانون ولم يحصل على إلا عدد بسيط من الأصوات، وانقلب على دولة القانون، وتحولت دولة القانون اليوم إلى عدو له. كان يسكن في بيت لرئيس أركان الجيش ولديه 30 نفر حماية من الدولة، كان يمجد ويروج ويمتدح الحكومة صباحا ومساء، وأتذكر أحاديثه في اجتماعات دولة القانون إلى الآن لم أنساها. اليوم حينما تعارضت القضية مع مصالحه أصبح يغرد خارج السرب. أنا لا أتحدث مع الشيخ السليمان. ما عندي وقت، بس خلينا نسمح للسيدة منى يمكن عندها رد، لأنه ما راح يسمع ردي. احد مؤسسي صحوه عشائر العراق اللي 11 واحد اللي اسسناها. شيخ علي الحاتم اخذ عقد تبليط من الاستاذ مامون من المحافظ الاسبق، عقد لتبليط في منطقه البعساف الجزيره. بلطوا وانا يا ريت انه السيد المحافظ يسوي لجنه على هذا التبليط. بلطوا قسم من المنطقه، السمك مالها مو صحيح، الشارع مو العرض المال المطلوب، وصارت بسرقه بامانه كبيره. بعدين البعساف ما رضوا على هذا التبليط، اغلبيتهم قالوا هذا تبليط ايش؟ فقام شو يسوي؟ قام عاف المنطقه، قال انا ما بلط بالمنطقه، قام يبلط بارض صحراويه. واتمنى من السيد المحافظ انه يدز لجنه على هذا التبليط اللي طلع بذيك الفتره. التبليط وين تبلط؟ اوديه على منطقه صحراويه تبلطت. شنو تبليطها؟ زين ليش ما بلطتها بالمنطقه؟ لان المنطقه ما قبلت تبليطها، لانه التبليط ماله كان بسرقه بالسمك وبالعرض. بالنسبه لمديريه الشرطه في حينها كان يحكي على اللواء طارق وعلى الاخوه، حتى على اخونا اللواء هادي، يحكي عليهم على طول. هو من يحكي يستفز الناس، يريد عقود. اخذ عقد للادله الجنائيه في مديريه شرطه الانبار، والعقد اني اعاتب اخوي ابو المفتشيه لحد الان العقد ما جهز، وهو انصرف هذا العقد. زين المواد وينها؟ هل هناك أدلة ثبوتية على ما تقول؟ نعم. أبو المفتشية يقدر يطلعها، يقدر يطلع العقد مال الأدلة الجنائية. نعم. وينها؟ زين أنت من أخذت عقود كثيرة من الأمريكان في عام 2007 و2006، أنت من يطلع بالتلفزيون يقول أنا ما أخذ عقود ويحكي على الدولة. نعم. فيا أخي أحكي لك بأمانة، أنا مرات أقول للأخوان الشيوخ، أقول لهم ليش ما تردون عليه؟ يقول لك والله إحنا ما نرد عليه، يعني رجل مواليد 72 فما نريد نصير مستوى ونرد عليه. الشيخ علي الحاتم مثل ما دا يدعي ويحكي باسم الصحوات، علي الحاتم ما له وجود ويانا كبدايه. ردنا من عنده انه يحضر في مؤتمر 14/9 في عام 2006، خابرته اني شخصيا، قلت له حتى تحضر المؤتمر ويانا، قال يا اخي اني حلمان حلم مو زين ما اقدر احضره، لانه المنطقه امام البعبيد كانت مثل ما تتوقعوها كانت خطره. كان المرحوم عبد الستار ابو ريشه يريد يحضر، وقال لي اخذ مسلحين واذهب جيب شيخ علي، فما رفض الحضور في 14/9 2006. نعم. في المؤتمر الاول كان علي الشيخ علي الحاتم ما له وجود اصلا بالصحوه. نعم. كان يقعد بالكراده اللي تعرف، هو ساكن الكراده، ساكن بغداد، جنسيته بغداد. نعم. ساكن في بغداد وما حضر المؤتمر الاول، ولكن كان يلتقي بينا ببغداد هناك، ياهو نلتقي به، وقام عاد يروح ويانا الى دوره رئيس الوزراء. نعم. قد ما ذهبنا الزياره الثانيه لدوله رئيس الوزراء، طلبناها من عند اني والمرحوم عبد الستار ابو ريشه مولدات 4.5 ميجا. نعم. قال هذه مخصصه لعشيره البعساف الجزيره مولدات. بعدين صارت مرحله الانتخابات. نعم. كما تعلم.
وصار التصاعد بينه وبينه انه المولدات عندما رشح بالانتخابات والعشيره ما انتخبته، ما اخذ 300 صوت، اخذ 300 صوت، زعل على العشيره. انا كنت في حينها تفاجئت، جاني خبر الصبح قالوا شيخ علي الحاتم اجى شال المولدات وما اطلعوهن على الشارع التبليط، اطلعوهن في الصحراء جزيره. نعم. بعدين من اشتكيت على المولدات، يابا المولدات وينها؟ هو راح حور او جاب 10 مولدات صغيره انه حتى يرضي العشيره وخلاها هناك ياخذ، ولكن لحد الان المولدات ما نعلم ما هو مصيره. أنه كان لك الفضل الكبير في فتح مضيف الشيخ علي سليمان عام 2007. هل هذا صحيح؟ نعم. وهل كان هناك معك من ساعدك في هذا الموضوع؟ نعم. نعم. في عام 2007 أنا كنت مدير شرطة التأميم، وتخابرنا أنا والأخوان في مركز شرطة البعلوان بأنه لازم نفتح مضيف الشيخ شيوخ البعل سليمان، لأن كانت داير ما يدور تنظيم قاعدة. نعم. قالوا لي الأخوان اللي كانوا مركز البعلوان، قالوا ما تقدر تدخل لأنه ترى العبوات كثيرة. بعدين جهزت أخواني من البعساف اللي هم من البسلومي، انطيتهم امر او قالوا احنا شلون راح ندخل، لان هم تدري ما عندهم لا باجات ولا شيء، كانت السيطرات. قلت لهم ادخلوا عن طريق الشط، انا راح امن لكم المنطقه، ادخلوا عن طريق الشط وادخلوا انتم والسلاح مالكم، وانا اذا حكوا الامريكان انا راح اقول لهم انا دخلتهم وانا راح افتر من الشارع العام، احاول لازم اصل. فاخواني من الشرطه اللي وياي مركز التاميم جهزت الدوريات، دخلت، وقفنا انا وتقريبا يم مركز البعلوان، قالوا يا اخي نخاف عليك، عبوات كثيرة لازم نرفعها، يلا تدخل، خلينا نستعين بالقوات الأمريكية حتى نقدر نوصل مضيف البعل سليمان، هم كانوا بعمان. فدخلت، أصريت أنه لازم أدخل، ودخلت للمضيف العصر، رفعنا العبوات احنا بنفسنا. كانت النساء من جولت اني واغلبيه الاخوان بالحوز يذكرون هذه الحاله. عندما كنت اتجول داير ما يدور المضيف مال البعل سليمان، كانت اغلبيه النساء طلعن وهلهلن. خابرت الشيخ عامر جبير، هو كان في عمان، قلت له شيخ انا بالوقت الحاضر في مضيفك. قال يعني تفاجئ انه انا شلون في المضيف والعبوات داير ما يدور. قال اريدك تدخل لي على بيتي بس تشوف البيت مالي شنو الغراض اللي صار بي نقص او فشي. دخلت على بيت الشيخ عامر جبير، لقيت مضروب بعبوه امام الغرفه مالته، بس الاثاث لقيت اثاث صاير ضال بسيط او فشي هم شايلين من عنده. واستعانيت بالاخويا اللواء عبد الله، كان مدير مرور الانبار، خابرته، الرجل هم اجى وله حضور وياي، جاب دوريات من المرور وجاب عتاد، وخلينا ناس مسلحين تابعين عنا في المضيف وأمنا عليهم ورجعت. فعاد في نفس اليوم اخواني البعلوان دخلوا الى المنطقه وشكلوا نقطه للشرطه هناك في ذاك المكان، وعاونوني بامانه. في وقتها البعلوان. الشيخ علي الحاتم اين كان؟ الشيخ علي الحاتم في الوقت الحاضر وفي ذا الوقت الماضي هو في الكراده. نعم. بالكراده، وقاعد فاتح مكتب، والمكتب ماله في دار الاخ عبد الجبار شنشل. وقبل فتره عبد الجبار شنشل انا سمعت انه مشتكي علي يطلب ايجارات المكتب اللي هسه فاتحه في الكراده. نعم، ولكن سمعنا بانه فتح مضيف في منطقه البعساف في الجزيره في الاونه الاخيره. نعم، المضيف اللي موجود بالبعساف في الجزيره. نعم. يا اخي طالب دوله رئيس الوزراء، قال له انا قاعد هنا ببغداد، اريد من سيادتكم انه افتح مضيف للبعساف حتى اجمع، لانه تدري البعساف عشائر كثيره وموزعه. قال افتح مضيف، هو تدري ارض ما عنده في البعساف الجزيره، اشترى قطعه ارض تقريبا 5 دوانم او 6 دوانم، وافق له دوله رئيس الوزراء على 250 مليون ينطوه اياه الدوله انه يبني مضيف بالبعساف حتى يلم بالعشيره. نعم. فاحنا المضيف بامانه نلاحظ المضيف يريد يكمل. انا قبل فتره رحت على المضيف شفته، وانما اشوفه مو مضيف، شفته مسبح ليلي ومسبح نهاري وماكو مضيف، لا يزال قيد يعني تشييد او فتش. نعم. استاذ جبار، الشيخ علي الحاتم دخل في الانتخابات الاخيره. نعم. ولم يحصل على اصوات مع اعتقاد البعض بان له شعبيه كبيره في المحافظه. دخل الانتخابات عندما كان ترشيح الاخوان في مجلس المحافظه، ما حصل
تقريبا حصل على 400 إلى 500 صوت من عشيرة البعساف الجزيرة، ما حصل، أو بما تقريبا 600 صوت حصل، بينما أصوات الأخوان في البعساف الجزيرة هو تقريبا 4000 صوت. نعم. حصل على 600 وما فاز. 600 صوت. اي ما فاز. نعم. فهو هسه مره من يحكي على الاخوان اعضاء المجلس في المحافظه، الاخوان الاعضاء في المجلس في المحافظه هم منتخبين من قبل المحافظه.